سنة 1986 وبالتحديد في المملكة المتحدة بدأ يظهر على البقر تغيرات غريبة لاحظها عدد كبير من الناس والمزارعين. البقر ما بقاش متزن والحركة بتاعته بقت غريبة، وبدأ يظهر على قطيع البقر علامات العنف وسلوك غريب ما كانش بيحصل قبل كده. يوم ورا يوم وأسبوع ورا أسبوع الأعراض دي بدأت تزيد وتظهر على أعداد أكبر، والحيرة بين الناس بدأت تزيد أكتر وأكتر. بدأ العلماء والباحثين في الوقت ده يدوروا على سبب ظهور الأعراض دي على البقر، واكتشفوا كارثة بتحصل ممكن تأثر على الإنسان واحنا مش عارفين. لقوا ان البقر مصاب بمجموعه من البروتينات المشوهه اسمها البريونز، ودي بروتينات بتخلي دماغ البقر شبه السفنجه، عباره عن فراغات بس. اللي زود استغراب العلماء ازاي البروتينات دي اصلا توصل للبقر. في اجسام الحيوانات بتكون في بروتينات طبيعيه اسمها البي ار بي، اي تغير او تشوه فيها بيحولها بشكل مباشر للبريونز، وسبب التغيرات دي ممكن يكون اي سبب زي الطفرات الجينيه مثلا، وكل بروتين مشوه بيأثر على البروتين الطبيعي اللي جنبه وبيخليه مشوه زيه. طب ازاي حاجه زي دي اصلا بتتنقل بين البقر؟